تقضيه ديال 400 درهم. الاخوات اللي عندهم 1000 درهم في الميزانيه ديالهم، الميزانيه اللي هي محدوده، وعندهم 400 درهم في الهري، كيقسموا الميزانيه وكيديروا واحد 400 درهم في الهري فاش كيمشيو يتقداو. غنهضروا على الاخطاء اللي كيديروا، علاش ما كتكفيش هاد 400 درهم، كيفاش الطريقه ان شاء الله. فيها الاساسيات، والضروري شي حاجه ديال الكماليات ان شاء الله، وفيها حتى المواد التنظيف ان شاء الله. اي اخت عندها 400 درهم في الميزانيه ديال الهري، تدخل اخوات نستافدوا جميع ان شاء الله. واخا يكون عندك ما يكون عندك حتى شي حاجه في الدار، يعني غتبداها من الاول حتى الاخر ان شاء الله. السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا على خير وبخير. نهار جديد، فيديو جديد، فيه فيديو فيه الحماس ان شاء الله، فيه طاقه ايجابيه، فيه ان شاء الله بزاف النصائح باش تشوفوا معايا ان شاء الله. الاخوات اللي عندهم 1000 درهم، 1200 درهم، اللي كيمشيو للهري، وكنقسموا الميزانيه وكنديروا 400 درهم في الهري. كيدخلوا الاخوات كيقول لك شنو غدير هاد 400 درهم؟ اي الاخو شوفي، الا مشينا نجيبوا كلشي ونجيبوا داكشي اللي بغينا، راه 1000 درهم ما غتكفيناش، داك 1000 درهم ما غتكفيناش في الهري. يعني ضروري ما نعرفوا نسيروا الميزانيه ديالنا، نعرفوا نقلبوا على الحاجه اللي رخيصه، نمشيو للاسواق. شوفوا، واخا تقداو اخوات بالسوق الاسبوعي، شتي السوق الاسبوعي كيكون فيها المواد الغذائيه، راها كتكون ناقصه ثمن اولا من الهري. والهريات فيها خصك تسولي على راسك، اولا خصك تسولي على راسك. نبدا الفيديو ديالي بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما قلت لكم اخواتي، فيديو ان شاء الله فيه حماس، فيه بزاف ديال النصائح بالنسبه للاخوات اللي كيقول لك شنو غدير هاد 400 درهم. والاخوات اللي شوفوا، الاخوات ضروري قبل ما كنمشيو للهري كندخلوا للكوزينه نشوفوا شنو فيها. الفيديو اليوم نحسب بان اي اخت، نعطيكم امثله بان اي اخت ما عندها لا دقيق، لا زيت، لا سكر، لا اتاي، لا قطانين، لا ليبات، لا حتى شي حاجه، يعني غتبداها من الزيرو. يعني الا الله عطاها الزوج ديالها المصروف وبغات تبدا من الزيرو، يعني ما عندها حتى شي حاجه في الدار. غادي نعطيو ان شاء الله الحلول لكل اخوات كلكم ان شاء الله. مثال، غادي تكون خصك الدقيق، خصك الزيت، ولكن غادي تجيبي ورقه وستيلو. وقبل غنجيبو غادي ديري اختي جدول الاكل. بالنسبه للاخوات اللي عندهم 1000 درهم، كنقول لك اما تكون انت والزوج ديالك، اما عندك وليد ولا بنيته، وليدات صغارين. يعني انا ما كندخلش اختي ليكوش، وما كندخلش اختي زيت العود. راه كنقول لكم دائما الاخوات ديالي، علاش ما كندخلش زيت العود؟ غاليه الاخوات، زيت العود كناخذوها في وقتها. الواحد دابا يستغل الفرصه، اللي مازال ما استغلت الفرصه ومازال ما تقدات زيت العود تفكر فيها وتقدها، الله يستر الجميع. لان زيت العود الا بقيتي تاخذيها من الهري كطيح لك الميزانيه غاليه. بالنسبه اخواتي، بالنسبه لهاد 400 درهم، غتقولوا لي شنو غنجيب فيها؟ بزاف الاخوات اللي كنت لقيت التعاليق قالوا لك شنو فيهم مواد التنظيف، فينا هما هذه. لان انا راك 400 درهم ما دخلتش فيها مواد التنظيف. علاش ما درتش الميزانيه ديال 1000 درهم؟ بالنسبه للاخوات دابا اللي عندهم 1000 درهم كيسولوني 400 درهم ما كتكفينش، خصني ناخذ حتى مواد التنظيف ندخلوها بديك 400 درهم. حاولت نشوف كل حاجه والاثمنه ديالها كيفاش غديروا. 100 درهم الاخوات غادي نحيدوها للدقيق، ضروري الدقيق اللي هو اساسي في الدار، ومن الاقتصاد يكون عندنا الدقيق. علاش؟ الا خدينا نشريو الخبز ما بقى لنا حتى شي اقتصاد. وضروري غادي يكون عندنا في التقسيم ديال 1000 درهم ديروا واحد 50 درهم ديال الاخوات ديال الستوك. داك الستوك كنكملوا به التالي ديال الشهر، الاخر ديال الشهر اخوات. وقبل ما نمشي نتقدى من الهري ونكتب لا ليست ديالي شنو ندير، غنرسم جدول الاكل. ماشي جدول الاكل واحده غيمشي لك الشهر كامل تمشي عليه، باش يكون عندك جداول متنوعه. 4 الاسابيع غادي نجلس مع راسي وغادي نرسم 4 ديال الجداول ديال الاكل. كل جدول غنشوف بالنوع فيه شنو غندير فيه على حسب باش تقداي. يعني باش تقدى وحاجه يعني شهر كيكمل شهر. انا مثال غادي ندير السفه ما غنديرهاش، انا نقدر نديرها واحد الشهر، نقدر ما نديرهاش طالعه في الثمن. نقدر اختي ما نديرهاش انا واحد الشهر السفه. يعني شوفوا، ما تقولوش لا تقشف، ماشي شوفي، انا دائما كنقول لكم الاخوات انا ضد التقشف، ولكن الاخوات اللي عندهم ميزانيه اللي محدوده بحال 1000 درهم، شنو في نظركم نتوما شنو البديل ديالها؟ شنو غدير مسكينه هاد السيده هادي؟ شنو غدير؟ واش ما غتوكلش وليداتها؟ واش ما غتصرفش؟ واش ما غدبرش الامور ديالها؟ ضروري كنمشيو للحاجه اللي رخيصه ناقصه ثمن. ضروري الاخوات يقلبوا على الحاجه اللي رخيصه، ضروري يمشيو يقلبوا على
اخواتي كما قلت لكم الاخوات خصنا نعرفوا فين كنحطوا الدرهم ديالنا، ضروري ما نرتبوا الامور ديالنا. مثال غادي نرسم جدول الاكل 4 الجداول ديال الشهر باش نشوف فوقاش غندير، مثال لي بات، فوقاش عندي سباكيتي، فوقاش غندير الروز، شنو عندي، شنو غندير، شنو ما غنديرش على قد الجهد ديالي. مثال دابا قلت لكم اخوات 100 درهم ديال الدقيق. الا كان عندك الدقيق الكامل اللي بالنخاله ديالو اخوات، من الاحسن يكون عندك في الدار، باش كنقول لكم راه كيهز بزاف وبزاف. راه داك الزرع اللي كناخذوه على العام راه زوين. يعني غادي تاخدي واحد الخنشه ديال 25 كيلو، كدير 75 80 درهم حتى 85 على حسب كل بلاصه. نديروا لها اخوات 80 درهم 85 درهم ولا 83 درهم. واللي بقى اختي اللي عندها الزرع راه زوينه، غتبقى لك داكشي غادي ترطيه، غادي تقضي بها حاجه اخرى، تزيديها في حاجه اخرى. ولكن اللي ما عندهاش، احنا نديرو بان هاد السيده ما عندهاش دقيق في الدار، شنو غدير؟ ضروري غتاخد الخنشه ديال 25 كيلو. الخنشه ديال 25 كيلو ديال الدقيق. خذي اختي، حاول تاخدي الفرص الحرش ماشي الفرص الرطب، حيت الا عجنتي الفرص الرطب بوحدو راه غيهلكك في المعده وفي المصران وما غاديش يكفيك. ضروري شنو غديري؟ غادي تجيبي اختي الخنشه ديال 25 كيلو. شحال كدير 80 درهم باش كناخذها انا. جيبيها 25 80 درهم غتبقى لك 21 درهم. خذيها اختي. الدقيق الكامل بالنخاله كدير 5 دراهم من الهري ديال العبار، ماشي اختي هذيك اللي كيكونوا في البواطات، ولا هذا ديال العبار. غتاخديها ب5 دراهم. اللي بغيتي غتاخدي، قلت له عطيني 20 درهم عطيك 15 درهم، ولا خدي 15 درهم و5 دراهم ديال الحمراء باش غتبقى تقرصي. يعني فاش ديري الفرص الحرش غتكثري الفرص الحرش، ولكن ضروري زيدي غير حفينه هكا. غادي ديريها بالدقيق الكامل، غادي تزيديه باش تجيك الخبز شويه واقفه وتشبع وفي نفس الوقت دوز ليك. اما هذيك الفرص بوحدو كيجي بحال البونج، بحال اللي ما كتاكلش، ما كيشبعكش وما كيزكاش. يعني ضروري غادي تعرفي كيفاش ديباني. ولكن الفرصه الرطبه الاخوات راه ما كيجيش بلا ما كانش القمح مزيان، راه ما كيجيش زوين. يعني الحرش واخا تعجنوا بوحدو تقرصوا في ديك الحمراء ولا في الدقيق الكامل اللي في التقراص كيجي زوين. جربوا الاخوات اللي ما جرباتوش جربوا. يعني 100 درهم غنديروها. يعني الا خدينا الفرص الرطب راه غنحتاجو حتى هو الكيك والحلوى، ولا خديتو الفرص الحرش حتى هو اختي غتستعمليه. ما تقوليش اختي هذا فرص الحرش هكا ما نديرش به الكيك، راك غاديريه اختي. راه غديري اي دقيق عندك جبتي فيه خنشه 25 الا بغيتي تقتصدي، ولا بغيتي اختي تدخلي في الوصفات اللي طالعين الثمن، هذيك ما كنهضرش انا عليها. انا كنمشي على الناس الدراوش اللي بحالي بحالهم، والناس اللي عندهم 1000 درهم، اللي غادي يعرفوا كيفاش يخرجوا الميزانيه ديالهم وكيفاش يخرجوا واحد التوفير ولو 100 درهم في الشهر. ولو 100، المهم كاع كامل ما تخرجي بلا كريدي. يعني بغيت ندير الكيك، ما تقوليش اختي انا ما نديرش الكيك محيت ما عنديش فرصه رطب. ضروري حنا نمشيو ناخذوا الفرص الرطب ديال الكيك، لا. غادي نستعملوا الكيك من داك الفرص الحرش ولا الرطب اللي تقديتي. شوفي انت شنو غتقداي، اما فرص حرش ولا الا كان عندك القمح غتاخدي فرص الرطب، ولا كان ما عندك والو في الدار غادي تاخدي فرص حرش. و20 درهم اللي بقات لك زيدها دقيق كامل ولا زيدها حمراء. الحمراء كتودي كدير 4 دراهم للكيلو، والكيلو تبارك الله كميه كثيره كتودي. هذيك بغيتي تزيدي منها من داك الحمراء عجنيها، زيدي واحد جوج هكا ديال الحفنات وديرهم في داك الدقيق وعجنيها اختي وقرصي فيها وردي عليها الخبر. كتجي لك خبز زوينه احسن واقتصاديه احسن من فرص بوحدو. بالنسبه للزيت غادي ندير اختي 2 لتر ديال الزيت. راني نقول انا ما داير عندي هنا البيدو، ما عنديش 2 لتر الزيت. 2 لتر الزيت كدير 30 درهم. ما تقوليش اختي غناخذ بيدو، انت ميزانتك محدوده، خصك ضروري من الاقتصاد. حنا الى الله بدينا دابا. ضروري غديري 2 لتر. غادي في ديك 20 في الشهر غتسالي لك ديك 2 لتر، واخا تقتصدي غادي تسالي عليك. ولكن غادي يكون خاصك واحد نص لتر ولا 2 كيسان ولا 3 كيسان. في التقسيم ديال 1000 درهم ضروري خرجي 50 درهم ديال الستوك. داك الستوك داك غادي تزيدي به 1 لتر ديال الزيت. غادي تهزم داك لتر الزيت غير 2 كيسان ولا 3 الكيسان وترطيه في الستوك اختي باش تسيري الشهير ديالك. بالنسبه كما قلت لكم الاخوات 30 درهم 2 لتر ديال الزيت و12 درهم السكر. هاد السكر هذا كيدير 12 درهم. الا خديتي هذا راه اقتصادي. خديتي المورسو كيدير 6 دراهم. كاين اللي كيدير عنده 6 دراهم ونص، كاين اللي كدير عنده 6 دراهم. هذا يعني بزاف بجوج في الشهر. خدي غير حاجه وحده،
غتاخدي مثال هاد السكر هذا غيدوز لك الشهر. غادي نقصيش ضروري السكر، راه كنهلكوا الصحه ديالنا الاخوات. غتاخدي السكر وخدي سنيده، سنيده 10 دراهم والسكر 12 درهم. بغيتي اختي ما بغيتش تاخدي هذا، غادي تاخدي جوج من هادو، يعني غادي تجيك شي واحد ونص غادي يكفيك في الشهر. خدي جوج ب6 دراهم، 6 دراهم. ولكن هذا كيزكا فيه ماشي بحال المورسو اللي بغيتي. بالنسبه المورسو كيدير 6 دراهم، سنيده كدير 10 دراهم، اتاي خدي اختي اتاي ديال 12 درهم. شوفي الاخوات، راه دائما كنمشيو مع الاقتصاد مع الحاجه الرخيصه. مهما عندي ميزانيتي محدوده وعلى قد الحال نمشي على قدي. ما يمكنش انا ناخذ واحد اتاي اللي هو طالع ثمن و... وانا ماشيه ب 400 درهم. يعني خصني نمشي لقاده الامور في الدار، ماشي حتى لتما ونجمع ويقول لي مول الهري واحد 500 درهم ولا 600 درهم ونتحرج. لا، كلشي ديروا بورقه وستيلو. يعني اتي خدي ديال 12 درهم، 13 درهم، ديال 10 دراهم يا اختي، شحريه وديروا له العشوب ديالو وغادي يطلع اتاي زوين. راه شحال من واحد كياخذ اتاي الغالي وما كيعرفش يطيبو، ما كيجيش اتاي زوين. انت تعرفي ما عندك كيما ديري. تقدري تاخذ مره اخرى تاخذ اتاي اللي هو غالي وتبقى تخلطي ما بين اتاي الرخيص واتاي الغالي. يعني خدي ديال 12 درهم، ديال 10 درهم، 11 درهم. وخدي اختي واحد جوج باكي ديال الخمارات كيديروا 4 دراهم ونص. وخدي اختي واحد الفانيليا بحال هادي كافينك في الشهر. يعني جوج باكا ديال الخميره والفاني كافينك 4 دراهم ونص الوحده. بالنسبه للكسكسو الاخوات، الكسكسو ما غنقولكمش خدوا ديال الباكيه. شوفي الا بغيتي تقتصدي على الميزانيه ديالك خدي اختي ديال العبار، لا من ناحيه ليباط، لا من ناحيه القطانين، لا من ناحيه السفه، لا من ناحيه اي حاجه خديها ديال العبار. يعني كسكسو جيبي واحد 10 دراهم. انا كتبت لك هنا 10 دراهم ديال الكسكسو. ماشي كل اسبوع، تقدري واحد الاسبوع ما ديروش، واحد بدلي بالرفيسه. ديري الرفيسه ديال الحرشه ولا ديري ديك الرفيسه ديال الخبز بقات لك قديمه وبردات لك، ديرها اختي في المجمد، واحد النهار خرجيها وجبديها وديري واحد الكسيعه ديال الرفيسه. ديري الرفيسه بمسمنات. واحد الاسبوع ندير كسكسو، واحد الاسبوع ندير رفيسه، ندير جدول الاكل ديالي نوعو باش ما يطلعلكش في الراس. ماشي ضروري كل جمعه غادي ديري كسكسو. تقدري ديري كسكسو تقدري ما ديري. يعني 10 دراهم غادي يدوز لك حتى 3 ديال الاسابيع. هو اقتصادي داك ديال العبار، ماشي بحال ديال الباكيه. لي بات، بالنسبه لي بات الاخوات خذوا ديال العبر. لي بات معروف كيدير 10 دراهم الكيلو. خذي نص كيلو ديال لي بات مثل من هذا النوع هذا، ولا خذي سباكيتي خذي دايره لك 10 دراهم. نص كيلو من هذا النوع ونص كيلو من هذا النوع. يعني بالنسبه لي بات. بالنسبه للروز، بالنسبه السميده البيضاء الاخوات مازال ما وصلتش للروز. عندي هنا السميده البيضاء. بالنسبه للسميده البيضاء خدي كدير 5 دراهم الكيلو. غناخذ اختي 2 كيلو ديال السميده البيضاء كدير 10 دراهم. ما تقوليش السميده البيضاء ما زويناش، راه الاخوات زوينه السميده البيضاء، راها زوينه كتجي واعره في الحرشه. دير معاها واحد المعلقه ديال العسل ولا معلقه ديال السكر سنيده باش كتجي محمره هي بيضه. الاخرى كتكون صفراء وهي بيضه، والمذاق ديالها راه احسن من الصفراء اللي ما مجربهاش. خدي 2 كيلو ديال السميده البيضاء. وبها الا بغيتي ديري اختي بسبوسه ما تقوليش ضروري خصني الصفراء. انا قيت لك هنا واحد الكيلو ديال السميده ديال الصفراء 9 دراهم كيلو، كدير 9 دراهم. يعني والبيضه كدير 5 دراهم للكيلو. البيضه كتكون اقتصاديه. خدي ديك السميده الصفراء خدي كيلو، والبيضه خدي 2 كيلو. 2 كيلو ب 10 دراهم، والكيلو ديال الصفراء كدير 9 دراهم. داك 9 دراهم اختي غادي تبغيها، لا بغيتي ديري بغريره، لا بغيتي ديريها تخليها احتياط، تخليها في الكوزينه ديالك. بغيتي اي حاجه بغيتيها، بغيتي ديري بسبوسه بديك الصفراء ديريها. ولكن انا حتى بالبيضه كديرها كتطلع زوينه بسبوسه. ماشي ضروري ندير انا بسبوسه بالسميده بالسميده الصفراء. بالنسبه للحمص، نص كيلو ديال الحمص اختي 10 دراهم. يعني 20 درهم الكيلو، ناخذ نص كيلو ب 10 دراهم. بالنسبه للفول اختي ناخذ واحد نص كيلو ب 6 دراهم. نص كيلو ب 6 دراهم. الفول الكيلو كيدير 240 12 درهم. العدس 9 دراهم نص كيلو. غتقولوا لي اختي نص كيلو ما يكفيش. شوفي الاخوات اللي عندهم هي والزوج ديالها ولا وليدات صغار غديري واحد الكميه قليله، غتزيد معاها شويه ديال الخيزو
ولا شويه ديال البطاطا، وغادي دير ضروري المرافقات راه كيهزوا على القطانين. دابا القطانين غاليين الاخوات، القطانين غاليين، يعني ما بقاش داك القطانين ديال 5 دراهم و6 دراهم الكيلو و10 دراهم. قطانين غلاو بحال اللي كناخذوا دابا اللحوم، قطانين غلاو في الثمن. ضروري ما نعرفوا يعني نديروا واحد الكميه اللي هي قليله، ولكن ضروري اما نديروا تكتوكه، اما دابا وقت البقوله نديروا شويه البقوله، نديروا شويه ديال زعلوك هكا، نديروا شويه ديال الفلفل ومطيشه، نديروا شويه شليطات الخيار. المهم ننوعوا، نحاول نديروا مقبلات ديال الخيزو مشرمل، بطاطا مشرمله اللي كانت رخيصه واللي عندنا في الثلاجه موجوده. ضروري ننوعوا في القطانين باش ما طيحش غاليه. العدس 9 دراهم نص كيلو، اللوبيا حتى هي بحال نص كيلو 9 دراهم. نص كيلو ديال لي باط قلت لكم الاخوات. الشعريه الشعريه الاخرى هذه 5 دراهم نص كيلو ب5 دراهم. ضروري بغيتي ديرها بالحليب ولا بمطيشه ديرها على شكل الحريره كدبل الجو بارد كيبغي الواحد هكا. هادشي ديال لي باط سخانين. الروز نص كيلو ب 8 دراهم. ناخذ اختي الروز نص كيلو ب 8 دراهم. كل مره ندير منها شويه. بالنسبه للصفه شوفي الا درتي جدول الاكل داخل فيه الصفه، خذي واحد نص كيلو 6 دراهم. كان شي اختي خليه عوضيها بشعريه عاديه اللي بغيتي. الصفه نص كيلو درتها لك ب 6 دراهم. البلبوله الاخوات رخيصه كدير 6 دراهم الكيلو. ناخذ نص كيلو تبارك الله كتوادي كدير واحد الكميه قليله. دابا وقت البرد وقت الشوربه وقت الحريره ديال البلبوله 3 دراهم نص كيلو. خميره ديال الحبوب كدير 6 دراهم. 10 دراهم ديال العطريه. غتقولوا لي 10 دراهم ما تكفيش ديال العطريه. ضروري الفلفله الحمراء كتبقى لنا، والخرقوم اغلبيه كنبقاو كيتسالى اما كمون اما حتى الكمون ما كيتساليش انا بزاف. شنو السكينجبير اللي كنسالك بزاف، اما الابزار انا محيده. انا قلت لكم الاخوات يعني ديري 10 دراهم ديال اللي خاصك ديال العطريه. يعني ماشي كلشي غادي يكون ناقصك، ضروري غتكون عندك شي حاجه. 10 دراهم ديال العطريه. بالنسبه للاخوات المواد التنظيف اللي الاخوات بزاف اللي كيذكروا لي مواد التنظيف، اش غادي نقول لكم اخواتاتي. بالنسبه للشامبان كناخذوا العادي. شوفي اللي عندها 1000 درهم تمشي على قد الجهد ديالها. شوفوا الاخوات نمشيو على مهما عندنا 400 درهم في الهري خصنا نعرفوا نمشيوها، ما عندناش الحل. غناخذ اختي واحد الشامبان ب 9 دراهم ولا 10 دراهم العادي. اللي شوف كاينين انواع ديال الشامبانات رخاصين. شوفي انت شنو كيوافقك. ديال اوني ديال كاين 10 دراهم، كاين ديك شامبان 5 دراهم، كاين ديال 6 دراهم، كاين ديال 10 دراهم، كاين ديال 20 درهم على حسب. بالنسبه للتيت خذي اختي التيت الا كانت الماكينه العاديه ولا اوتوماتيك خذي التيت ديال 13 درهم 15 درهم 14 درهم. راه كاين انواع ديال التيت. وشوف اختي خذي الصابون ديال الحجره ولا حتى هي الا بقات لك شي طبيعه كيكون داك التيت العادي ولا ديال العبار كيكون حتى ديال العبار الاخوات عندهم ماكينه عاديه ديال العبار هي زوين. ولكن الا بقات شي طبيعه هكا في الحوايج صابون الحجره اختي الكميمات ولا الكول ولا ضروري غندوزوهم بصابون الحجره وكيخرجوا حويجات كيشعلوا. بالنسبه للشامبان ذكرته معكم. بالنسبه للاوني ديال الماعن ناخذو ب 9 دراهم 10 دراهم 1 لتر. ما تقوليش اختي غادي يدوز لك هذيك الصابون ديال الماعن شهر. الا كنتي كدوز لك غير شهر واحد ولا ما كيكملوش راكي ماشي مقتصده، ضروري يدوزك شهر ونص حتى لشهرين. وغتبقى لي اختي مع هاد الشيء اللي ذكرت معكم 40 درهم. بالنسبه ل 40 درهم غادي تاخذي انت واش فروماج ولا كونفيتير ولا زبده ولا عسل. شوفي انت وليداتك شنو كيبغيو. خذي شي حاجه ديال الكماليات بالنسبه للفطور، بالنسبه باش يفطروا عسيله ولا زبده ولا. شوفي انت كيفاش تدبري الامور ديالك. مهما عندي اختي 400 درهم في الشهر خصني نعرف نكون قد المسؤوليه، نعرف كيفاش ندبر الامور. كما قلت لكم الاخوات بالنسبه لهادشي ديال لي بات والشعريه والرز خذوا ديال الكيلو. اي حاجه نضربوا لها حساب و100 حساب. يعني الكسكسو ماشي ضروري نشري اختي الباكيه، اختي نشري العبر كيطيح اقتصادي. البلبوله تبارك الله كتزكا 3 دراهم نص كيلو ولا ياخذوا كيلو ب 6 دراهم. مواد التنظيف كذلك مشوا حاجه رخيصه. وصابون الحجره راه زمان ما كانوش كيصبنوا بهاد البرودويات وبهذا الشيء اللي طالع في الثمن. هذا البروتوكول اللي رجعنا فيه هنا ضيعنا الميزانيه ديالنا. كانوا كيصبنوا غير بصابون الحجر كيخرجوا الحوايج كيشعلوا. كيكونوا معلقين تبارك الله بويتين كيشعلوا. يعني ضروري واخا يكون داك التيت عادي وما يخرجش الحوايج ضروري الكول ولا الكميمات كما قلت لكم الاخوات ولا شي طبيعه هكا في الحوايج عندي لا صابون الحجره وغترجع كتشعل. كنتمنى الاخوات تستافدوا من هذا الفيديو. ما تقوليش اختي 400 درهم ما غتكفيش، غتكفي الا مشيتي على قد الجهد ديالك ولا درتي جداول الاكل اللي هي مهمه وتجلسي تقسمي كل حاجه ديرها في الضرب ديالها كل حاجه. وقبل ما تمشي للهري خدي 400 درهم ما تزيدي حتى درهم.
ديرها في جيبك، وكوني كل حاجه عارفه على الثمن ديالها وضربها على حساب. فاش تمشي غتاخدي داكشي اللي غادي يكفيك ديك 400 درهم يعني. وضروري الاخوات اللي عندهم 1000 درهم ديروا واحد 50 درهم في السطوك. الاخوات ديروها على حساب الزيت، السكر، شويه ديال لي بات، شويه كل مره شنو ديري فيها، باش في التالي ديال الشهر غير توقفي تلقاي اختي منين تسلفي. نتمنى ان شاء اخوات ان شاء الله تستافدوا ولو شويه ان شاء الله. وما تنساونيش اختكم بالابتسامه، البارطاج مع العائله ديالكم، اصدقاء ديالكم، فضلا منكم وليس امرا. هنا نقول لكم تهلاو لي في راسكم، فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.